هاي هاكرز، عاملين ايه يا شباب؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. طبعا زي ما وعدتكم ان انا لقيت ان الناس كتير تايهه جدا، فانا قلت ان انا هعمل لكم كورس تاسيسي يبقى ماب بالنسبه لك، عشان لما تدخل المجال ما تقعدش تسال هو انا المفروض ابتدي منين، طب اعمل ايه. لان فعلا هي البدايه هي اصعب حاجه، وفي اي مجال في الدنيا، اي حاجه في الدنيا، اي رياضه في الدنيا، اي لو بتلعب جيم هتلاقي ان البدايه صعبه. اي بدايه في الدنيا بتبقى صعبه، بتبقى مضغوطه. بس بعد كده انت لما بتثبت رجلك بيكون الدنيا ألذ بكتير يعني. تمام. فتعالوا نتوكل على الله ونبتدي. اول حاجه احنا النهارده هنشرح كالي لينكس. تمام. تعالى اوريك ازاي تحمل كالي لينكس. اول حاجه هنكتب كالي لينكس وندخل هنا. اوكي. لا مش ده، ثانيه واحده. اوكي. انا هنحاول طبعا هنحمله طبعا على الفي ام. داونلود كالي لينكس في ام. اوكي تمام كده، حلو جدا. هنقوم رايحين هنا، نقوم جايين مثلا على في ام هنا، ونختار ده وندوس تحميل. تمام. ثانية واحدة، هو كده تمام. اوكي ماشي. اتحمل معاك. تمام. انا طبعا مش عايز احمله، ففاكس جدا بالنسبة لي. كنسل. خلاص تمام كده. انت حملت كالي لينكس. تعالى نحمل الفي ام اللي احنا هنحط عليه كالي لينكس. تمام. وهوريك ملف كالي لينكس لما بيتحمل بيبقى شكله عامل ازاي. اوكي. داونلود في ام برو. هتيجي مثلا تحمله من هنا او من اي حاجه من هنا. تمام تمام. وتثبته وتسطبه. تمام. بعد ما يتسطب معاك هيطلع معاك بالشكل ده. تمام. طبعا انت عارف ازاي تسطب الحاجه. سوري انا اسف. آه... تمام. ده شكل الفي ام من جوه. تمام. تعالى اوريك بقى شكل الكلينكس لما تفك ضغطه والكلام الجميل ده. تيجي هنا مثلا الفي ام، فين الكلينكس؟ تمام اهو الكلينكس، هو ده الكلينكس. تمام. تعالى اوريك ازاي هنضيفه في الفي ام. هنيجي كده ثانية واحدة بيحمل معانا. احنا فاتحينه اصلا. تمام. نازلين فايل اوبن كالي لينكس. تمام. وتبتدي تظبط الاعدادات على حسب انت عندك كام رامات، عايز تاخد كام منها الكالي. وكده كده انت ضفت كالي لينكس الفي ام. وكده مجرد ما تدوس هنا باور اون ذس فيجوال ماشين هيشتغل معاك على طول. تمام. وتدي له المساحه وتدي له النت، وخلي وركز ان انت تخلي هنا نت. وطبعا في مشكله ممكن تواجهك لو انت محمل في ام لاول مره. واجهت ناس كتير جدا، وفي ناس ما بتواجههمش يعني. ان انت لما تيجي تحمله ممكن علامه الماوس ما تظهرش معاك. شكرا للناس اللي دخلت الجروب، شكرا. ماشي. لما تيجي تحمله علامه الماوس ما تظهرش معاك. المشكله دي حلها على اليوتيوب. لو وقعت فيها بقى سيرش عليها على اليوتيوب، هتلاقي الحل بتاعها بسيط جدا في خطوتين ثلاثه يعني. فما تقلقش لو واجهتك المشكله دي. تمام. انت هنا بتظبط الاعدادات، وخلي دي ركز في اللي هي نتورك ادابتور دي، خليها نت. اوكي. وكده تمام. وخلي دي بريزنت. وكده تمام 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 تمام. وعلى فكره كادنكس بيشتغل ب 2 جيجا رام. انا مديله 8 بس عشان انا بحط عليه شغل جامد شويه، عشان البيربس سويت والنيوكلي والحاجات دي، فمديله 8 من رامات. تمام. عشان عندي 12 رامات فمديله منهم 8. تمام. اتفقنا. نبتدي ونتكل على الله. طبعا لو انت محمل كالي لينكس لاول مره، انا دلوقتي علمتك انت تحمله ازاي. تمام تمام. لو انت محمله لاول مره، ايه اللي هيحصل؟ طبعا هيكون الباسورد واليوزر نيم ثابتين معاك. ايه هما؟ تعالى هوريك. هيبقى كالي وكالي. ثانيه واحده، هو بس بيحمل معانا. اسكرول الله كده عقبال ما ياخد الخطوه، عشان مش عارف هو معلق ليه كده. شكل عينكم وحشه يا شباب. اهو حمل معانا. فخم برضك الايكون بتاع كالينكس كده، تحس بفخامه. ماشي. ماشي. يلا يا عمنا الناس زهقت. دلوقتي هندخل اليوزر نيم والباسورد، وهيدخل معانا على طول بقى الكلينكس، واشرح لك كل حاجه خطوه خطوه تاتا تاتا في اللذيذ منه يعني. احنا مش ورانا اي حاجه. فيديوهات الانترو اللي هو البدايه عموما دي، اللي هي بتاعت شرح كلينكس وشرح اتش تي ام ال والحاجات دي، طبعا هتبقى كبيره شويه. بس انا هديك اللي انت محتاجه، مش كل حاجه. هديك اللي انت محتاجه. تمام. اللي انت محتاجه كسايبر سكيورتي تيم. تمام. هتكتب هنا كالي، الباسورد هيبقى كالي، وهعلمك ازاي طبعا تغيرهم دلوقتي في الفيديو ده. انا هحط لك شيء من راكب اكل نايم شارب واكل، فاهمني؟ انا ما تخافش يعني، انا مش هسيبك. اوكي اوكي. بص يا صديقي، دي واجهه الكالينكس بتاعتك. تمام تمام. طبعا انت هنا اول حاجه دي شبه علامه الويندوز. دي شبه علامه الويندوز يعني. انت بتيجي اصلا تدوس على اللي هي زر الويندوز بتظهر معاك. تمام تمام. دي شبه اللي هي في علامه الويندوز الموجوده في اللهم صل على النبي في الويندوز العادي. تمام. هو ده نظام تشغيل بسيط جدا، سلس جدا.
مفيد جدا، كل حاجه فيه بمعنى كل حاجه مجانيه، انت ما بتدفعش جنيه في كاي لينكس. وعلى فكره دي كانت الفكره الرئيسيه في تاسيس كاي لينكس، ان هم كانوا عايزين يعملوا نظام تشغيل مجاني بالكابل اللي هو انت ما بتدفعش فيه فلوس. فدوا اللي ادى ان ناس كتير حتى اللي مش شغالين في السايبر سكيورتي وريد تيم هم يلجأوا لكاي لينكس، لان هو كل حاجه فيه مجانيه. فدوا اللي على قدر كده فعلا كاي لينكس عموما، فاهمني؟ تمام تمام. لما ندوس هنا طبعا انت هنا بتدور على الادوات، تمام تمام، دي الادوات اللي عندك، تمام تمام، كل الادوات اللي عندك موجوده، تمام 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 تمام. وطبعا تقدر تنزل اي حاجه على الويندوز هنا يعني عادي جدا. طبعا انت ممكن تدوس ابلكيشن لو انت مثلا بتدور على حاجه معينه في الباسوردات مثلا، هنا في اي حاجه في الادوات اللي احنا بنستخدمها. طبعا كل اداه هنا ليها شغلانه معينه، في حاجات بتعمل بروت فورس على الباسورد، في حاجات بتعمل وفي حاجات بتعمل، فاهمني؟ فالدنيا واسعه هنا، تمام. يعني مثلا لو دوست هنا كراكنج باسورد، في هنا جون زريبر هاش كات مثلا دي اللي بتكسر الهاش، فاهمني؟ فالدنيا هنا ان انت هنا كل حاجه محتاجها ايه في حكايه الاختراق في السايبر سكيورتي، تمام. والحاجات اللي بتعمل بروت فورس وكل حاجه، في ميتاسبلويت، في نيوكلي، في كل حاجه بمعنى كل حاجه. فاحنا 90% اذا ما كانش 99% شغلك على الكاي لينكس، طبعا ده مليون في المية. فانت ما ينفعش تشتغل غير على الكاي لينكس. اتفقنا يا صديقي. تعالى نكمل. ايه هو التيرمينال؟ التيرمينال ده يا معلم ده ابوك وامك في حرفيا في المجال. يعني انت لازم تكون شاطر وتعرف تتعامل معاه كويس جدا، تعرف الاوامر بتاعته، تعرف كويس جدا كل حاجه فيه، حرفيا كل حاجه بمعنى كل حاجه، كل حاجه بمعنى كل حاجه يا صديقي. تمام تمام. التيرمينال ده يا معلم بينقسم لحاجتين: ابلكيشن اللي هو تطبيقات، ادوات يعني بتستخدمها تولز، وبيستخدم وحاجه تانية اللي هي اوامر. ايه هي الاوامر؟ بص يا معلم، تعال نشرح الويندوز الاول واقول لك بعد كده هنعمل ايه. ايه هي الاوامر؟ مش انت يا معلم لو عايز تدخل هنا بتكتب اللي انت عايز تدخل هنا، صح صح؟ طب لو عايز تدخل هنا بتضغط اللي انت عايز تدخل هنا، صح صح؟ لو عايز تضغط هنا بتضغط اللي انت عايز تضغط هنا، صح صح يا صديقي؟ تمام تمام. هنا بقى عموما 90% اذا ما كان 99% بيتعاملوا على التيرمينال. يعني هم اصلا يقدروا يعملوا كده، يعني يقدروا يدخلوا كده، يدور مثلا كده، يدور كده مثلا، تمام، يدور هنا مثلا، فاهمني؟ فالفكره في كده ان هم بيعملوا كده، تمام. بس انت تقدر تعمل كده يعني، فاهمني؟ بس 90% بقى و 99% بيستخدموا التيرمينال، لان التيرمينال سلس، التيرمينال مش متعب. وانت لما بتتقنه بترتاح كتير جدا. وانت طبعا لازم تتقنه بدل ما انت سايبر سكيورتي تيم، لان انت هتحتاجه اللي انت تتعامل فيه اكتر. تمام تمام. تعالى اخد لك حته حته في التيرمينال اشرحها لك عشان تكون واخد فيه كل حاجه، عشان بعد ما تخلص الفيديو وتلخصه كده باذن الله في ورق وورق فلوسكاب كده بخط كويس، تكون انت فاهم كل حاجه. ومع التكرار ومع الهانت ومع الحاجات الجميله دي انت هتلاقي ان الحاجه دي ثبتت في دماغك، مش هتحتاجني ولا هتحتاج تشوف الفيديو مره ثانيه. وباذن الله الفيديو ده انا مش هحشوه لك وخلاص. تمام تمام. دلوقتي يا معلم تعمل ايه لو انت عايز تاخد حاجه على مثلا على التيرمينال، او يعني انت مثلا عايز تدخل في مسار معين على التيرمينال، هتدوس كده كليك يمين وتدوس فين اوبن ان تيرمينال هير، تمام اوكي. هيبقى كاتب لك المسار اللي انت هنا في داونلود، اوكي اوكي. هشرح لك ايه هي حكايه المسارات. يعني ايه مسار يا معلم؟ صلي على النبي. افرض انا ساكن ثانيه بس اتاكد ان هو بيسجل ولا بيسجل، تمام ماشي اوكي اوكي بيسجل يا شباب. يعني ايه مسار يا صديقي؟ تخيل ان انا ساكن مثلا في اسكندريه في العجمي، وعندي واحد صاحبي وساكن مثلا عند البطاش، تمام. وعندي واحد صاحبي ساكن مثلا في المحرم بيه او في الهانوفيل. فانا لو بعزمه عندي بقول له ايه؟ بقول له ما تجيلي على البطاش، ما تجيلي على البطاش نقعد شويه كده. انا ما قلتلوش ان انا في مصر في اسكندريه في العجمي في البطاش، انا قلت له تعالى لي على البطاش. ليه؟ لان انا مترجم ان هو في المكان الفلاني هو هيعرف يوصل لي، تمام، لان هو مدرك. كالي لينكس بقى مش كده. يعني ايه كالي لينكس مش كده؟ كالي لينكس عموما انت بتتعامل معاه رسمي جدا. يعني ايه رسمي جدا؟ هقول لك دلوقتي. لو هو عايز يوصل لي، يعني اقول لك على حاجه، لو انا دلوقتي قلت له اقرا لي الملف اللي اسمه الدساس بوينت تي اكس تي، اوكي، هيقول لي نوت ساش فاول دايركتوري، مع ان الملف ده موجود وانا عامله. طب الملف ده هو ليه قال لي ان هو مش موجود؟ عشان مش موجود في نفس المكان اللي انا واقف فيه. يعني ايه الكلام ده؟ انا شرحت لك اول مثال ان شخص معايا في اسكندريه ساكن في الهانوفيل وانا ساكن في البطاش، فلما بقول له ما بقولوش تعالى لي على مصر اسكندريه العجمي البطاش، بقول له تعالى لي على البطاش على طول، لان انا عارف ان هو هيفهم. كان الليكس بقى بيقول لك لا انا اسف، انا اسف، الراجل قاتل، فبيقول لك لا انا اسف على طول كده.
بيقول لك طب ليه يا عم الحاج انت مش عايز تقول لي؟ اقول لك لا، تقول لي المسار بالكامل، اكنك مثلا بتعزم صديقك اللي ساكن في الكويت. هتقول له ايه؟ هتقول له تعالى عندي على البطاش. اقول لك فين البطاش دي؟ انا اعرف فين البطاش دي اصلا؟ مصر فيها 27 محافظه، هقدر في كل محافظه فيهم على البطاش؟ لا. تقوم انت مديه العنوان كامل، مصر، اسكندريه، العجمي، البطاش، كده هيعرف يوصل. فاهمني؟ عند قهوه كذا مثلا، تمام، هيعرف يوصل. انما لو قلت له العجمي هيقول لك طب العجمي دي فين؟ في 27 محافظه، في المنوفيه مثلا؟ اعوذ بالله، لا اكيد لا. فاهم الفكره؟ فالفكره في كده يعني، الدماغ في كده. فاهمني يا صديقي؟ هي دي الفكره بمنتهى السلاسه. انا بهزر مع المنوفيه طبعا، دول حبايبي والله واخواتي واكرم ناس في الدنيا. بسم الله، تعال نكمل، بلاش هزار، نكمل دايركت كده في المحاضره بتاعتنا. فدلوقتي انا عشان اوصل للمكان او ملف انا محتاجه، تمام، هعمل ايه؟ لازم اقف في نفس المكان الملف ده موجود فيه، تمام. دلوقتي انا قلت لك اللي انا هنا جيت قريت الملف قال لي مش موجود. طب الملف ده فين؟ انا حاطه هنا. تعال نحط مثلا طب تعال بص، قبل ما نشرح حكايه اللي هو المسار، اتمنى انك انت طبعا فهمت الفكره بتاعت المسار. تعال اقول لك كام امر بسيط كده عشان نبتدي. ايه هو امر ايه ال اس؟ ده بيعرض لك الملفات الموجوده في المكان اللي انت واقف فيه. يعني ال اس انت عندك كل الملفات، كل الفولدرات، سوري، كل الفولدرات الموجوده دي في المكان اللي انت واقف فيه. تمام تمام، حلو جدا 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 جدا. تمام تمام. لو انا مثلا قلت له اقرا لي ملف يو ار ال اس ده، يو ار ال اس بوينت تكست، تمام. احنا لما بنيجي نقرا ملف بنستخدم امر اسمه كات. كات ده بيعرض اللي جوه الملف، تمام، بيعرضه قدامك هنا. تعال نحط كده يو ار ال اس، اوكي، سوري، كات يو ار ال اس بوينت تكست، تمام. الملف فاضي ما فيهوش اي حاجه، بس ما قاليش ان هو مش موجود، لا هو الملف فعلا فاضي. تمام تمام. يعني احنا كده خدنا امرين من لينكس. ال اس ده بيظهر ايه يا معلم؟ ال اس بيظهر الملفات، الفولدرات والملفات الموجوده في المكان اللي انا واقف فيه، اتفقنا؟ طب امر كات بيظهر ايه؟ الكلام الموجود جوه الملف. تمام تمام، حلو جدا. احنا كده خدنا امرين. دلوقتي احنا هنا لما قلنا له اعرض الملف ده، ما عرضوش ليه؟ عشان ما كتبتش اسمه كامل، وهو اسمه كامل يو ار ال تكست، اوكي تمام. طب هنا لما انا كتبت الاسم كامل عرضه، الحمد لله عرضه يعني. تمام تمام، حلو جدا، وماشيين كويس جدا جدا جدا، ما شاء الله علينا. حلو جدا حلو جدا. هو كده بس، هو ما عرضش كده عشان الملف فاضي، بس هوريك ان هو الامر ده هيعرض بعد كده لما ندخل في الملفات. تمام تمام. طب ليه هو عرض يو ار ال اس تكست مع انه موجود عندي على الجهاز، وما عرضش الدساس تكست مع انه موجود برضك عندي على الجهاز؟ لان ده انا مش واقف في المكان اللي فيه الدساس تكست. هو موجود فين الدساس تكست؟ موجود في الفولدر اللي اسمه باك باونتي. تمام تمام. طب هو يو ار ال اس تكست ده موجود فين؟ موجود في المكان اللي انا واقف فيه. تمام تمام. ايه المكان اللي انا واقف فيه؟ تالت امر معانا النهارده، هتكتب بي دبليو دي. ايه هو بي دبليو دي؟ ده بيقول لك انت واقف فين بالظبط، تمام. هيقول لك انت واقف في هوم كالي، انت واقف هنا، انت واقف هنا يا معلم. تمام تمام. وهو طبعا بي دبليو دي اسمها برنت وركينج دايركتوري، تمام، ده اختصار يعني، بس احنا بنختصرها بي دبليو دي. لو كتبت برنت وركينج دايركتوري هتشتغل معاك يعني، بس ما علينا بلا بلا بلا، لا الكلام الجميل ده. اوكي اوكي. احنا كده خدنا ثلاث اوامر، تمام. الاس دي بتعمل ايه؟ بتظهر لك الملفات. خدنا بعد كده كات دي بتعرض ال اس بتظهر الفولدرات والملفات. طب كات دي بتعرض اللي جوه الملف من اي كلام جوه الملف. تمام تمام، حلو جدا. طب بي دبليو دي بتظهر انت موجود فين. فاهم الفكره؟ فاهم الفكره، تمام. طب افرض انا عايز ادخل جوه فولدر معين، هعمل ايه؟ هقوم كاتب امر، رابع امر معانا النهارده، اكتب الاوامر دي، اكتب ورايا سي دي. امر سي دي ده يا معلم بيعمل ايه؟ بيدخلني جوه اي واحد من الفولدر. طب انا لو جيت مثلا قلت له سي دي يو ار ال اس بوينت تكست، قبل ما ادخل عليها، تفتكر هيدخل ولا مش هيدخل؟ برافو عليك، مش هيدخل. ليه يا معلم؟ لان سي دي ما بيعرضش اللي جوه الملفات، هو بيدخل جوه الفولدرات. فاهم الفكره؟ ده فولدر، ده ملف مش فولدر يا معلم. انما كل اللي بالازرق ده، بص، اللي تلاقيه متلون ابيض هشرحها لك بنفس الطريقه. اللي تلاقيه متلون ابيض ملف. طب اللي متلون ازرق ده فولدر، ده تقدر تدخل جواه. تمام تمام. طبعا الملف ده قلت له، هيقول لي انت عبيط، انت مش فاهم في الشغلانه، لا انت امسح وروح اشتغل على الويندوز باحترامك كده، تمام. بس لو جيت انا مثلا رحت داخل هنا قلت له ادخل لي على الملف ده مثلا، ناخد الملف ده كوبي، اوكي، وقوم جايين حاطينه كده، تمام، حلو جدا. وقوم دايسين هنا ال اس، تمام، حلو جدا. لقيت ايه؟ الملف اللي انا كنت بسال عليه فوق، اللي هو كات الدساس تكست. طب انا دلوقتي لو خدت الامر ده وقلت له انا عايز اقرا كات الدساس بوينت تكست، تفتكر هيوافق ولا مش هيوافق؟ مليون في المية هيوافق. بص، عرض لي حاجه، يا نهار اسود، لا دول كتير قوي، استنى. اصل انا كنت مالي الملف ده بصراحه، تمام. فتعال نشوف ملف اهدى من كده.
تمام ثانيه واحده نشوف بس الملفات اللي احنا عندنا. الاس تمام. تعال ناخد اللي هو ميسو، ده لذيذ، ده لذيذ، ده تارجت كنت شغال عليه لقيت فيه تحمل سفارات يعني. اوكي نقول مثلا كات ميسو بوينت تكست. اوكي اهو عرض الحاجه اللي جواه بشكل بسيط جدا. تمام. طب ليه هو في الاول رفض عرض الدساس؟ عشان انا ما كنتش موجود في المسار بتاعه، ما كنتش موجود في المكان بتاعه. عشان يظهر الحاجه لازم تفهم الجمله دي كويس عشان ما تعانيش. تمام. عشان تدخل على حاجه لازم تكون موجود في المسار بتاعها او تكتب المسار بتاعها كامل. فبدل ما تتعب وتكتب المسار بتاعها كامل انا بريحك اهو كده كده. انت هتحكي لك هتكتب المسار كامل والكلام الجميل ده. انا بريحك اهو روح للمسار بتاعها. دلوقتي احنا خدنا كام امر؟ احنا خدنا 4 اوامر. ls احنا كاتبين كتير قوي ثانيه واحده عشان بس احنا عرضنا حاجات كتير قوي. ده 5 امر معانا. امر كلير. ايه هو امر كلير؟ هو بينضف لك الشاشه يرجعها لك جديده كده، بيمسح لك كل الحاجات اللي فاتت. اوكي كده احنا خدنا كام امر؟ خدنا ls بيعرض الملفات الموجوده. خدنا cd. امر cd بيعمل ايه؟ بيدخل جوه الفولدرات. حلو. التكرار يعلم الشطار. ماشي تعال نكمل. وخدنا ايه تاني؟ خدنا امر كات. ايه هو امر كات؟ امر كات بيعرض اللي جوه الملف. تمام. ايه تاني يا معلم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ايه تاني خدناه؟ خدنا امر كلير. ايه هو امر كلير؟ اللي هو بينظف كل حاجه احنا كتبناها ويرجعك بقى صفحه جديده نظيفه كده من غير اي حاجه. تمام. نقول ايه كمان يا معلم؟ ايه هو امر هيستوري؟ امر هيستوري ده بيكتب لك الاوامر اللي انت كتبتها، عشان مثلا لو في امر تاه منك او حاجه تاهت منك هو يكتبها لك. بص كتب لك كل الاوامر اللي انت كتبتها من ساعه ما عشت في الدنيا، من ساعه ما حملت كاينكس عموما. اوكي تعال نعمل كلير كده. احنا خدنا كام امر؟ خدنا 5 اوامر. كل شويه هعيد لك عليهم عشان يثبتوا في دماغك. تمام. ايه هو لو انا دلوقتي عايز اعمل فولدر؟ تمام. احنا عندنا كام فولدر؟ احنا عندنا الفولدرات دي موجوده في المسار بتاع الباك باونتي. اوكي تمام. طب دلوقتي لو انا عايز اعمل فولدر تاني هعمل ايه؟ اسمها mkdir. انا مش بعرف اقراها سوري. انا قلت لك اللي انا في الانجليزي، واي حد في القناه من زمان اقول لك اللي انا في الانجليزي ازبل بين الزباله. يا رب اليوتيوب ما يدينيش ميوت على ده، بس انا في الانجليزي وحش كده. تمام. نسمي الفولدر مثلا الدساس. انا بحب يعني اسم القناه بتاعتي بصراحه. سوري. اوكي كده بكتب اوكي. مثلا نسميها الدساس، ونسمي واحده كمان مثلا نسميها OOP، نسميها بروجكت. لا بص خلينا نعمل واحده بس. اول حاجه دلوقتي انا نشأت فولدر اسمه الدساس اهو. تمام. ما كانش موجود هنا، انا لسه منشئه دلوقتي حالا خالص. تعال ندخل جوه الدساس. تمام. الدساس طبعا الفولدر دوت فاضي ما فيهوش اي حاجه لاني لسه عامله دلوقتي، اكيد ما لحقتش احط فيه اي حاجه. تمام حلو جدا. طب انا دلوقتي دخلت جوه الدساس، انا عايز ارجع خطوه لورا، عايز ارجع للباك باونتي، يعني مش عايز اقعد في الدساس لان الدساس دلوقتي فاضي. هل انا ينفع استدعي حاجه من الملفات دي وانا جوه الدساس؟ لا طبعا، لاني مش في باك باونتي بس، انا جوه الدساس مش في جوه الباك باونتي. تمام. فانا اقوم عامل ايه؟ cd 2 بوينت، رجعت خطوه لورا لباك باونتي يا معلم. شفت الدنيا سلسه ازاي؟ اسهل من السهوله. التعامل مع كالي لينكس اسهل من السهوله. ولو انت مش عارف تتعامل معاه، لا دي مشكله فيك انت صح. لا دي مشكله انت شخص مش كويس. تعال نكمل. انا مستمتع جدا وانا بتعامل مع كالي لينكس عموما، وانت لما تحس ان انت عموما الدنيا ماشيه في ايدك كده هتستمتع بالحوار زي بالظبط. اوكي يعني احنا كده اتعلمنا ازاي نعمل فولدر. تمام. دلوقتي عايزين نعمل ملف. ايه هو الملف والفولدر؟ الملف اللي هو حاجه بيبقى شبه النوت مثلا، حاجه زي كده. تمام. ملف الوورد اللي هو بيبقى نوت txt. طب ايه هو الفولدر؟ الفولدر اللي هو زي ده مثلا. ثانيه واحده عشان بس تكون رابط الخط معايا. الفولدر اللي هو مثلا زي ده بنسميه فولدر. تمام حلو جدا. تعالوا نكمل ونتوكل على الله يا شباب. طبعا انت اعتقد ان انت فاهم كل حاجه لغايه دلوقتي. انا بحاول اشرحها لك لاطول فتره ممكنه، والفيديو ده هينزل حتى لو بقى ساعتين هينزل مره واحده، مش هقطعه لك لان انا عايزك تحمل الفيديو، لان انا عارف ان انتوا بتحبوا الحاجه دي. مع انها بتيجي عليا بخساره، ممكن انزل فيديو على 3 مرات واكسب اكتر، بس انتوا اخواتي انا ما يهمنيش الكسب منكم، يعني اهم حاجه تدعوا لي. تمام. اوكي دلوقتي لو عايزين نعمل ملف، ايه هو عمل الملف؟ نانو. اوكي نانو نحط مثلا نسميه mmm.txt. اوكي احنا بنحط طبعا الصيغه بتاعته. تمام. اوكي كده انت عملت ملف تكتب بقى فيه اي كلام كده، اي كلام. طب انت عايز تحفظه، كنترول او انتر
كده اتحفظ معاك الملف واتحفظ معاك الكلام اللي انت كاتبه جوه الملف. لا هو كده الملف كده اتعمل تمام، بس كده اتحفظ معاك الكلام اللي انت كاتبه جوه الملف. وعايز تطلع بقى من الملف تقوم كنترول اكس تمام. ركز في الحاجات اللي انا بقولها لك، اكتب الحاجات ولخصها ورايا، اكتب الحاجات ولخصها ورايا، مش هقول كل شويه اكيد. تمام. احنا كده خدنا كام امر؟ تعالى نراجعهم كده مره واحده عشان تبقى الدنيا سلسه. اول حاجه احنا خدنا امر بي دبليو دي، ده بيقول لك انت واقف فين بالظبط. تمام. خدنا امر ال اس، ده بيقول لك الملفات والفولدرات اللي موجوده في المكان اللي انت واقف فيه. حلو جدا. امر سي دي ده بيدخلك على ايه؟ ده بيدخلك على ده بيدخلك على الفولدرات. اوكي. امر سي دي بوينت ده بيعمل ايه؟ بيرجعك خطوه لورا، بيرجعك في مكان غير اللي انت كنت فيه. امر كلير، ايه هو امر كلير؟ امر كلير ده بينظف الحاجات اللي مكتوبه على الشاشه كلها. تمام. امر هيستوري. طب امر الهيستوري ده بيعمل ايه يا معلم؟ ده بيكتب لك كل الاوامر اللي انت ذاكرتها، بيكتب لك كل الاوامر اللي انت عملتها من اول ما حاولت تجري لينكس. اوكي. دي لو واحده كلير كده. اوكي. امر كاد بيعمل ايه؟ بيعرض الفولدرات. تمام. اوكي. طب امر ام كلير ده بيعمل ايه؟ ده بينشئ ملفات، بينشئ فولدرات، بينشئ فولدرات. طب انا لو عايز اعمل ملف هعمل ايه؟ نانو واسم الفايل مثلا mk.txt. اوكي. تمام. فتح لي الفايل، عايز تحط ايه جوه الفايل؟ بيقول لك وانت عايز تحط ايه يلا جوه الفايل؟ هتقول له بعد اذنك انا عايز اكتب اي كلام كده، ونقوم عاملين ايه عشان نحفظ الكلام كده الفايل اتحفظ خلاص بدل انشأناه. طب احنا دلوقتي لو عايزين نحفظ الكلام اللي احنا كتبناه دلوقتي جوه الفايل هنقوم عاملين ايه؟ كنترول او، هيقول لك انتر ولا مش انتر، تقوم مديلها واحده انتر. بعد كده الكلام اتحفظ. تقوم طب انت عايز تطلع من ده؟ كنترول اكس. تمام. حلو جدا وماشيين كويس جدا. ثانيه واحده بقلب الصفحه اللي انا ملخص لك فيها الكلام اللي انا هقوله لك. حلو جدا. دلوقتي احنا انشأنا حاجات كتير جدا وانا بصراحه ما بحبش المنظر المكركب ده، لان ده المكان بتاع شغلي بصراحه في الباك باونت. فانا بصراحه عايز امسح الكلام ده كله. طب عشان امسح اعمل ايه؟ الامر الجديد ار ام. تعال تقوم عاملين واخدين الكلام الجميل ده كده واخدينه كوبي وحاطينه هنا مثلا. ممكن نعملها بواحد ونعملها باتنين عادي. اوكي. اتمسح التاني. يلا بينا. طبعا دلوقتي الفولدر ده مش موجود. اوكي. تمام. الفولدر ده احنا مسحناه. تعال نمسح التاني ده. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. كده انا علمتك ايه هو امر ار ام. تمام. اتمسح معاك. اديها واحده كلير. تمام. دلوقتي انت واخد شويه اوامر محترمين، هنكمل بعد كده هنشوف هنعمل ايه هو يا معلم. تعالى بس انا عايز ارجع هنا للرئيسيه. تمام. انا كده قلت لك ان دي بنرجع للصفحه الرئيسيه، يعني كده لو دوست بي دبليو دي انا كده بيقول لي انت في هوم كاري. تمام. اوكي. حلو جدا وماشيين كويس جدا. دلوقتي يا معلم احنا عايزين نعمل ايه؟ عايز اعلمك حاجه مهمه جدا. يعني ايه سودو؟ بص يا معلم، سودو دي يا معلم باختصار شديد جدا. انا دلوقتي راجل شغال في شركه. تمام. جالي واحد ضخم عصبي شكله راجل مهم في البلد كده، تحسه حته تقيله في المجال، جاي يتكلم معايا. هقول له لا بعد اذنك ما تكلمنيش، روح تكلم المدير، حد راسه براسك كده. هو ده السودو بالظبط. السودو ده اللي هو الباشا، اللي هو انا اكبر، انا الادمنستريتور هنا، انا الكبير بتاع المنطقه. مش انت لما بتتخانق بتقول هي المنطقه دي ما فيهاش كبير ولا ايه؟ يطلع لك واحد لابس عمه صعيدي وعصايه كده يدخل لك يقول لك نعم عايز ايه؟ يقول لك انا الكبير بتاع المنطقه، ما تعملش مشاغل غير لما تيجي تستاذني. فهمت الفكره؟ وفي الاخر بيطلع اكتر واحد بيتضرب فيهم. فما علينا من الكلام الجميل ده كله. اوكي حلو جدا. تعال نعمل كلير. انا حاسس ان انا بعد الفيديو دوت هيتم قتلي يا اما من دمي التقيل يا اما من كبير المنطقه، اكيد يعني اكيد. اوكي. ايه هو امر سودو؟ سودو ده يا معلم هو الكبير. يعني ايه الكبير؟ يعني انت بتقول له ايه؟ بقول لك ايه انا مطول ما تتكلمش معايا. انت كده من غير سودو انت مستخدم عادي خالص. تمام. طب بامر سودو، امر سودو يا معلم انت كده الكبير، انت اكبر واحد، انت مطور زيهم. يعني انت لو عملت اي حاجه مسموح لك بيها، انما وانت مستخدم عادي. يعني اقول لك على حاجه، في ملف عندنا بيبقى اسمه ATC shadow. تمام. لو قلت له ATC shadow. اوكي حلو جدا. هيقول لك بيرميشن دينايت. يعني ايه بيرميشن دينايت؟ بيقول لك ولا انت عيل صغير، يعني بالعربي كده انت عيل صغير، انت ما تقدرش تقرا ده. ليه؟ لان انت صغير في البلد. يعني ايه صغير في البلد؟ يعني انت مالكش صلاحيات، انت ما عندكش حاجه، انت لسه طالب جامعي عايز تتجوز، انت مجنون، انت لاقي تاكل. هي دي بالظبط الفكره، ان انت شخص بسيط جدا، انت بسيط جدا، بسيط. فاهم الفكره؟ هي دي الفكره. ده امر سودو بقى لو انت قلت له سودو هنا هيسمح لك اللي انت تقراه. سودو كات
ATC shadow. اكتبها صح؟ اوكي. انا كاتبها منيل بنيله طبعا، انا كاتبها غلط غلط غلط. اوكي تعالى نكتبها بس عشان اتلخبطت في كتابتها. اوكي نكتب هنا السودو، يلا كنترول باست. حلو جدا، كتب لي الملف بتاع السودو. على ذكر بقى اللي احنا ذكرنا ملف السودو، تعالى اقول لك ملف السودو ده اللي هو شادو ده بيبقى مكتوب فيه ايه. ملف ال ATC شادو ده يا معلم بيبقى مكتوب فيه حاجه اسمها هاش. ايه هو الهاش؟ الهاش يا صديقي دوا عموما بيبقى ايه؟ بيبقى عارف كلمه السر بتاعتك لما تيجي تتخزن في موقع، لما تيجي تتخزن في مكان، لما تيجي تتخزن في كذا او كذا او كذا او كذا. لو انت بتسجل فيسبوك هي بتحفظ لك كلمه سر. ليه؟ لان هيبقى سهل جدا لو هاكر دخل خدها. فاهم الفكره؟ طب بتتخزن كايه؟ كهاش. يعني ايه هاش؟ الهاش يا صديقي هو مثلا هقول لك حاجه، هو التشفير هو نوع من انواع التشفير، بس هو مش تشفير، يعني مش هنقول ان هو تشفير بالظبط. الهاش ده يا معلم بياخدوا كلمه السر بتاعتك ويعملوها لها هاش. يعني بيخلوها مثلا لو انت كلمه السر مثلا من 6 حروف بتاعتك مثلا، فهو بيخليها لك من 128 حرف. تمام؟ وانت لما تفك الهاش بتاع ال 128 حرف دوت بالادوات اللي هي مثلا زي جون ذا ريبر والحاجات دي اللي هي انا لسه ذاكرها لك من دقيقه تقريبا، ثانيه واحده، اللي هي كانت فين؟ اللهم صل على النبي. تقريبا هنا، ثانيه واحده، هي فين تقريبا؟ مش عارف هي هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. كنت ذاكرها لك والله مش عارف. ايوه هنا تقريبا، هنا اهي اللي هي فين اهي، هي دي جون ذا ريبر. ايه هو جون ذا ريبر دي حاجه بتفك الهاش. اوكي حلو جدا واحنا ماشيين كويس جدا جدا جدا. فهي دي يعتبر اخطر ملف في نظام لينكس هي ATC شادو. ليه؟ حتى اقول لك على حاجه، انا قبل كده لو انت اتفرجت على شرح قبل كده وانا بحل اللابات وانا بشرح لك ثغره، بقول لك ايه؟ لما تيجي تخترق موقع ولقيت الثغره بتاعت مثلا بس ترافلز موجوده، اوعى تقرا ATC شادو. ليه؟ لان الموقع ساعتها هيقول لك اللي انت اخترقت خصوصيته واخترقت خصوصيات العملاء وخدت الباسورد بتاعهم، فمن حق الموقع ساعتها ان هو يرفع عليك قضيه يقاضيك فيها وما يدكش الباونتي بتاعته. فهمت الفكره؟ لان ATC شادو ده بوب في الصلاحيات اللي هو ده اكبر حاجه. فانت حتى لو لقيت ان عندك صلاحيات اوعى تقول ان انت عندك صلاحيات. لو لقيت ان الثغره موجوده اوعى تكتب ATC شادو وتبعت لهم اللي انت لقيت ATC شادو. اكتبها بينك وبين نفسك ممكن تتاكد، مع ان ده برضه غلط وده خيانه للامانه بتاعت الموقع برضه وده حرام. اكتب ما تكتبهاش، لان كده تاخد الباسوردات، تاخد كل حاجه للعملاء. فهمت الفكره؟ اتمنى يا رب تكون فهمت الفكره يا صديقي. تمام كده احنا خدنا امر سودو. طب انا لو عايز بدل لو انا كل لما اجي استخدم امر سودو لازم اكتب سودو وبعد كده اكتب الامر اللي انا عايزه، لا انت ممكن تعمل حاجه تانية خالص اسهل بكتير. انت تعمل هنا سيو سودو هتحول معاك لا تقريبا سودو سوري سيو سوري. اوكي كده تحول معاك باللون الاحمر، انت كده بقيت ادمن يا معلم. كده بص كتب لك روت، الروت ده اللي هو الكبير بتاع المنطقه. تمام اوكي حلو جدا 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 يا صديقي. تمام ممكن بدل ما تعمل الكلام ده كله تيجي هنا تقريبا فيه اهو، بدل ما تكتب الكلام ده كله بص بقى هنا على طول بقى، وده هيطلب منك الباسورد اللي هو كاري اللي انت داخل بيه من جوه. تمام هيفتح السودو وفتح لك السودو على طول يا معلم. اوكي انت كده كويس جدا. طبعا احنا ممكن نقعد ندوس اكس كده ونطلع بتمام بدل ما نكتب كل ده. ناس احب اشتغل مع البسطاء واليوزر الطبيعيين، انا ما احبش اكون يوزر خالص يعني عموما. تمام دلوقتي هندخل في جزئيه مهمه جدا جدا يا صديقي. ايه هي الجزئيه دي؟ جزئيه اللي هي صلاحيات الملفات. ايه هي جزئيه صلاحيات الملفات؟ بص يا معلم، اي ملف تعالى بقى عشان دي الخطوه دي اعتقد ان انا لازم اشرحها لك على النوت باد بتاعتنا. في النوت باد بتاعتنا الجميله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النوت باد اوكي نظري في 90 منه ماشي. يلا بينا، بس بيسجل عشان هو لو ما بيسجلش بعد كل ده انا هيجي لي قهر عموما. لا بيسجل الحمد لله. ايه هو صلاحيات الملفات؟ بص يا معلم، كل ملف بيكون ليه صلاحيات. يعني ايه صلاحيات؟ يعني مثلا هقول لك على حاجه، دلوقتي انت خدت البطاقه بتاعتك ومعاك الرقم القومي بتاعك. ايه هو الصلاحيات بتاعتك على الرقم القومي ده؟ هل انت اللي اخترته؟ لا، يعني انت ما قدرتش تكتب فيه، يعني انت مالكش صلاحيات ان انت تكتب فيه. تمام، هي دي الصلاحيات، الحاجه اللي تقدر تعملها واللي تقدر ما تعملهاش، بس انت تقدر تقراه صح؟ يبقى انت ليك صلاحيه ان انت تقراه. طب تقدر تتعامل بيه لو وقفت في لجنه تديهم البطاقه فيمشي معاك صح؟ احنا ماشيين كويس جدا جدا. هي دي الصلاحيات، الحاجات اللي تقدر تعملها وما تقدرش تعملها. تمام كل ملف موجود بيبقى ليه صلاحيات. تمام طب الصلاحيات دي بتبقى متقسمه لثلاث حاجات. ايه هي تقسيمه الثلاث صلاحيات؟ بتبقى مكتوبه كده R W X، لا سوري R مش R W X.
RWX RWX. يعني ايه بقى حكايه RWX دي؟ انا عايزك تفهمني وتسمعني كويس جدا. اوكي RWX دي يا صديقي بتتقسم لثلاث حاجات، دي خانه، ودي اللي بعدها RWX دي خانه، واللي بعدها RWX دي خانه. بس هنا ما بتبقاش RWX، هي بتبقى كده شرطه، وبتبقى دي مثلا هنحط ان دي شرطتين، شرطتين. اوكي شرطتين ثانيه واحده، احنا كده لا اله الا الله شرطتين. تمام اوكي كده، هي دي الاصليه. تعال نمسح اللي هي اول شرط دي عشان ما تعمل لنا مشاكل في الفهم. اوكي. اي ملف عموما زي ما شرحت لك ان هو بيبقى ليه صلاحيات، صلاحيه القرايه. وتعالى بص هقول لك على حاجه، دي معلومه يعني، ريد دي تساوي 4 بوينت. اوكي امشي على دماغي بس. طب رايت كتابه تساوي كام؟ تساوي 2 بوينت. اوكي طب اكسكيوت تقريبا، مش عارف والله، مش فاكر الكلمه اكسكيوت، مش عارف اكسكيوت ولا لا، بس هي حاجه فيها اي اكس يعني. عموما دي بتساوي 1. دي اللي هي عموما بتبقى اسمها تنفيذ، ودي قراءه الملف. تمام، دي التعديل والكتابه في الملف، ودي ده تنفيذ الملف او التعامل بيه. اوكي حلو جدا وماشيين كويس جدا. تمام. اول 3 خانات دول اللي هو اللي انشا الملف، يعني صلى على النبي. تعالى هنا، لو انا دلوقتي انشات ملف سميته انه مثلا سميته الدا بوينت تكست. اوكي وكتبت فيه مثلا شويه اي كلام عبيط كده. اوكي ورحت دايس كنترول او انتر، حفظته. تمام. مين دلوقتي اللي انشا الملف ده؟ انا اللي انشاته. مين انا كالي، انا هنا، انا اللي اسمي هنا. تمام، هعلمك ازاي تغير تعمل يوزر باسمك دلوقتي، والحاجات دي هعلمها لك يعني، مش هغير الفيديو من غير ما اعلمها لك، ما تقلقش. تمام حلو جدا وانا متاكد ان انت فاهمني ودماغي واصله لك. تمام. طب دلوقتي انا اللي انشاته، لو جه واحد يوزر تاني اسمه مثلا بيبقى مكتوب في الحته دي اسمه مثلا خميس عبد الفتاح ومكتوب جنبه كام، هل هو يقدر يكتب في الملف ده؟ لا، لان انا اللي عامله. ليه؟ لان هو ما عندوش صلاحيات ده، لان انا ما اديتلوش صلاحيات. تمام. طب انا عشان اعرف صلاحيات الملف، بس قبل ما اقول لك ازاي عشان اعرف صلاحيات الملف هعمل ايه، اتمنى تكون فهمني. افهم وعيد الفيديو مره تانية، لان الكلام اللي بقوله مفيش كلمه فيه مش مهمه، الكلام ده مهم جدا. دلوقتي اي صلاحيات ملف بتبقى متقسمه ل3 خانات، يوزر اللي هو المنشئ، الجروب اللي هو فيه المنشئ، الناس العاديين. تمام. طبعا انت انشأت ملف، فانت من حقك كل حاجه، يعني انت من حقك الريد والرايت والاكسكيوت اللي هو التنفيذ. الريد يرمز ليها للار، الرايت يرمز ليها بالدبليو، الاكس يرمز ليها بالاكسكيوت. تمام، انت ليك الحق في ال3 حاجات، كتابه، قرايه، تنفيذ. اوكي طب ال3 خانات اللي بعدهم اللي هو طبعا المفروض ده يكونوا ار دبليو اكس، بس هو ما عندوش هنا مست التعديل. مين دول؟ اللي هم الناس اللي معاك في الجروب. يعني ايه جروب في كالينكس؟ مجموعه، يعني انت لو شركه مثلا بتبقى مجموعه في جروب والحاجات دي. تمام. هقول لك ازاي برضه تعرف الجروبات والكلام الجميل ده. اوكي هي دي تاني جزء اللي هي في اللهم صل على النبي، ده الجزء بتاع الجروبات. الجروب هنا انت ليك بالناس اللي معاك في الجروب، انت ليك الحق اللي انت تقرا، وليك الحق اللي انت تتعامل بيه او تنفذ بيه، بس مالكش الحق اللي انت تعدل فيه يا حيوان. يا هندسه، مالكش الحق اللي انت تعدل فيه. هو بيقول لك كده على طول، يقول لك بيرميشن دينايد، مش من حقك. تمام. طب مين اخر 3 خانات؟ اخر 3 خانات دول اللي هو بيقول لك دول اليوزر العاديين، اللي هم المستخدمين العاديين، اللي هم مش شغالين في الشركه، اللي هو ناس مع واحد معدي كده قال لي يستخدم كالينكس عنده، فحابك تستخدم كالينكس عند انا. تمام، هو دوت اليوزر العادي. تمام حلو جدا واحنا ماشيين كويس جدا. اليوزر العادي بقى ليه حق في ايه؟ في القرايه فقط، ما يقدرش يتعامل بملف، ما يقدرش يعدل في الملف. حلو جدا. طب دلوقتي عشان اقدر اعرف الصلاحيات اعرفها ازاي؟ ثانيه واحده، هتعمل ls سيريال، بتعرف الصلاحيات بتاعت الملفات. اوكي ثانيه واحده، تعالى بس انا مش عايز، تعالى ندخل في سي دي مثلا في الملف اللي احنا لسه ماشيينه. حلو جدا، نفس الكلام اللي قلته لك. حلو جدا. تمام. طبعا الصلاحيات هنا بتاعت الملف دوت رايحه في داهيه. دلوقتي بص، انت واخد بالك احنا قلنا كام حاجه؟ انا عايزك تحط الحاجات دي في دماغك. قلنا اوامر كتيره وانا هراجع لك عليها في اخر الفيديو باذن الله، بس انا دلوقتي مش كل شويه هراجع لك عليهم عشان ما تزهقش. تمام. دلوقتي انا ظهرت لك الصلاحيات بتاعت الملف ده اللي هو الدساس تكست. اوكي، هي دي الصلاحيات بتاعته. تمام. الملف الدساس ده ليه ايه؟ اليوزر العادي ليه الحق ان هو يقرا، وليه الحق ان هو يكتب. تمام،
والجروب ليه الحق ان هو يقرا وليه الحق ان هو يكتب. تمام. طب اللي هو اليوزر اللي هو المستخدم العادي اللي ملوش اي فيها اللي هو اللي انشا الملف ده اول واحد، الجروب ده تاني واحد، تالت واحد ده اللي هو المستخدم العادي اللي ملوش اي حاجه يعني. تمام. ده ليه الحق ان هو يقرا بس. طب انا الكلام ده مش عاجبني بصراحه. تمام. دلوقتي انا عايز بصراحه انا عايز اعدل الكلام ده كله. اوكي. طب اعدله ازاي يا معلم؟ طبعا انا قلت كاتب الارقام دي تدل على حاجه اكيد انا مش كاتبها لك، مش كاتب لك حاجه عبثا يعني، لا الارقام دي مهمه. الريد 4، الرايت 2، الاكسكيوت 1. تمام. اوكي. دلوقتي هنستخدم امر عشان انت تعدل على صلاحيات ملف، هتستخدم امر اسمه سي اتش مود. اوكي. سي اتش مود. اوكي حلو جدا. بس نعمل كلير اول حاجه، كلير سي اتش مود. اوكي حلو جدا كده. سي اتش مود ده هعمل ايه؟ اول احنا اتفقنا ان احنا بنقسم هنا الصلاحيات لثلاث خانات. اول خانه دي بتاعت اللي انشا الملف، تاني خانه بتاعت الناس اللي معاك في الجروب، تالت خانه بتاعت اللي هو المستخدمين اللي مالهمش في اي حاجه. تمام. كل واحده فيهم المفروض بدل انت معاك 3 صلاحيات يبقى مجموع الارقام كام؟ 7. تمام. اللي هو 4 زائد 2 زائد 1، انت هنا معاك السبعه. تمام. فانا قلت له ايه؟ بص يا معلم، بس اعتقد ان دي ممكن لازم تعمل بسودو. اوكي تعال نجرب من غير سودو، لو لقيناها ما نفعتش يعني عشان مش متذكر قوي، لو انها ما نفعتش يبقى نعملها بسودو عشان السودو برضك دي الصلاحيات الاعلى. اوكي. لو حطينا هنا مثلا 7. تمام. يعني انا كده حطيت الاول اللي هو للمستغل اللي هو اللي انشا الملف انت تستخدم السبعه. اوكي. طب اللي هم الناس اللي معاك في الجروب، الناس اللي معاك في الجروب دول المفروض يستخدموا ايه يا معلم؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. دول عندهم صلاحيتين، ان هو دول عندهم الصلاحيات. طب انت عايز تعدل على الصلاحيات دي نفس الكلام، هتعد انت عايز تديهم ايه وما تديهمش ايه. لو انا كتبت لهم مثلا 5، تعالى مثلا نكتب لهم، اقول لك على حاجه، تعالى نكتب لهم 4 بس، هوريك ايه اللي هيحصل. لو كتبت لهم 4 ثانيه واحده 4. تمام حلو جدا. طب اللي هم الناس اللي هم اليوزر العاديين دول عايز تديهم ايه؟ عايز تديهم اللي هو اكسكيوت، هتديهم 1 بس، اكتب 1 بس. تمام. انت هنا بتعمل مجموع الارقام للصلاحيات اللي انت عايز تعملها. تمام. ايه اسم الملف بتاعنا؟ اسمه مش عارف انا كنت كاتبه بوينت كده تقريبا صح؟ تمام حلو جدا. دلوقتي انت فاكر الصلاحيات بتاعت الملف بتاعنا الاول كانت ايه؟ كانت اللي هو كل واحد ليه حق القرايه والكتابه. دلوقتي انا عدلتها. طب عدلتها خليتها ايه؟ خليت ان اللي انشا الملف ليه حق يعمل كل حاجه، قرايه وكتابه وتنفيذ. طب اللي معاك في الجروب ليهم حق القرايه بس. طب اللي هم اللي مش موجودين في ده ولا ده ليهم حق واحد بس اللي هو التنفيذ. تعالى بقى نشوف الاس سالب ال. بص يا معلم انا وريتك انا عدلتها ازاي. فين هو الملف؟ هو ده الملف بتاعي. بص خليت اليوزر ليه الثلاث صلاحيات، يقدر يعمل كل حاجه، اللي هو اللي انشا الملف يقدر يعمل الثلاث حاجات. طب اللي اسمه ايه ده؟ الجروب اللي هو اللي معاك، الناس اللي معاك في الجروب خليته ليه حق واحد بس ان هو يقرا، وده طبعا عدلتها من هنا. تمام. طب التالت ده اسمه ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللي هو اليوزر العادي اللي ملوش في اي حاجه، ده اديته حق واحد بس فقط مشروع ان هو ينفذ بالملف. اوكي حلو جدا. طبعا في ملفات انت عايز تمنع ان حد يستخدمها وحد يقراها، طبعا بتعمل لها كده وتلغي الحاجات بتاعتها. تمام. بس كده احنا كده ماشيين كويس جدا. واتمنى تكون فهمت حكايه الصلاحيات دي يا صديقي. تمام. دلوقتي يا معلم طبعا كاري لينكس عموما مليان بالادوات الكتيره، ملايين الافات مئات الالاف من الادوات ومئات الالاف من الاوامر والممالات وحاجات كتير جدا. طب افرض انا دلوقتي انا بدور، انا سمعت ان اداه معينه بس انا مش عارف هي بتستخدم في ايه. انا عايز اعرف الاداه دي بتعمل ايه، هي بتعمل ايه الاداه دي، انا عايز اعرف، دماغي مش جايباني. دلوقتي يا صديقي هتعمل حاجه بسيطه جدا، هتستخدم اداتين. انا عايزك تكون كتبت الاوامر اللي انا قلتها قبل كده وبعد كده تزود عليها الحاجات اللي انا قلتها دلوقتي. تمام. احنا اخر امر كتبناه اللي هو ده تقريبا. تمام. اكتب الامر ده وافهم الفكره، اكتب الفكره الرئيسيه اللي انا شرحتها، اسمعها بتركيز، خليك مركز اكتر من كده. انا بحاول ارتب لك واحط لك الحاجه على بساط على قد ما اقدر مهما طال الفيديو، بس صدقني تاخد الفيديو رزعه واحده وتقعد قبل الصيام او بعد الفطار كده تفهمه كده، خدت فيه 2 3 4 5 6 بتركيز، احسن بكتير ما تقسم الفيديو ده والله العظيم. واي حاجه في حياتك ما تقومش غير وانت مخلصها. ده نصيحتي ليك ونصيحه اخ لاخوه. تمام. انت على اخويا وعلى دماغي والله العظيم. احمد العوضي قوي بس ما علينا الكلام الجميل ده. والله العظيم بحبكم يا جدعان، والله بحاول اطلع لكم احسن ما عندي. اوكي طبعا هو لينكس اللي انا هشرحه لك في حاجات كتير اكتر بكتير، بس انت مش هتحتاج الحاجات دي في الباك باونتي اللي احنا بنشرحه دلوقتي. تمام. بس لما يجي وقتها في الاكتيف دايركتوري مثلا، لما يجي وقتها في حاجه ثانيه اكيد هديها لك.
انا مش هسيبك باذن الله غير وكل المحتوى الموجود في الكورسات المدفوعه مشروع، عشان ما تحتاجش اي حاجه تانية. وصدقني مش معنى ان انا بديك الكورس بالمجاني على اليوتيوب يبقى هو كورس مش قيم. صدقني الكلام اللي انا بقوله لك ممكن يكون والله مش مشروع في حاجات مدفوعه بفلوس، وانت شايف كميه المصادر الموجوده في المجال، وناس كل يوم تطلع تقول لك انا هديك كورس هيخليك بيرفكت في 6 شهور. مفيش حاجه حبيبي اسمها في 6 شهور بتيجي. مفيش حاجه اسمها ان انت هتبقى بيرفكت في مجال في 6 شهور. كان الطبيب بقى شاطر في 6 شهور، كان الدكتور لا مؤاخذه كان المهندس بقى شاطر في 6 شهور. كان اصل الجامعه ما برضك يعني فاهم، الجامعه دي كهرباء ودنيا، فهم عارفين ان الموضوع ياخد 4 سنين فهيدوك ال4 سنين فاهمني. حتى لو بتاخد منهج تاسيسي في كليه مثلا فاهمني، حاول تدرسه باتقان فاهمني، لان هو على رأي احمد ابو اليزيد ربنا يديه الصحه يا رب، ان مفيش علم بيجي على صاحبه بخساره. اتعلمت حاجه هتدرسها. يعني انا مثلا لما دخلت الكليه بتاعتي، كليه اللي هو علوم قسم كمبيوتر ساينس كمبيوتر، الحمد لله كنت بتعامل مع الكليه ايه اللي هو انا مش هدرس فيها حاجه وانا هكبر دماغي واعتمد على الكورسات بس اكتشفت اللي انا درسته في الكليه مهم. اكتشفت ان هو اساس قوي انا ببني عليه. لما باجي اتعامل مع حد كبير في المجال ويجي يسالني في الاساسيات، بيختبرني في الاساسيات، هو ما بيختبرنيش في الكلام اللي موجود في الكورسات، بيختبرني في الاساسيات، بيشوف انا عندي اساسيات صلبه ولا لا. وبرضك الانترفيو بتاعت الشركات الكبيره خد بالك هم بيهتموا بالاساسيات. داتا ستراكشر بيهتموا بيها جدا، يهتموا مثلا بماده زي الديسكريت، بيهتموا بالحاجات دي فاهمني. فده اللي انت لازم تعرفه، عشان بس انا جاي لك من المستقبل وبقول لك اللي انت لما تيجي تقدم على وظيفه ذاكر المواد بتاعتك كويس. ليه؟ لان انت هتستفاد بيها. الكليه مش هي اللي هتشغلك، اللي هيشغلك الكورسات بس. انت في الانترفيو عشان تعدي انت هتحتاج الكليه شهاده ومنهج اساس. ليه؟ لان بدل عارفين ان انت بدل عندك منهج اساس ممل جدا يبقى تقدر تتعلم اي حاجه في الدنيا. هو ده والله اساسهم، وده الكلام اللي انا بقوله لك يعني. ويمكن مع الوقت هتقول ان في راجل طيب سواء عايش ولا ميت ساعتها، هتقول ان في راجل طيب قال لي كلمه زي دي ويمكن فرقت معاك ويمكن تفرق معاك في كليتك. يا رب تفرق معاك يا صديقي. تمام. ايه تاني حاجه عندنا يا صديقي؟ احنا وقفنا لغايه فين؟ احنا وقفنا كنت بقول لك ان احنا دلوقتي لو عايزين نعرف استخدام اداه ايه. طبعا ايه طيب اللي عايزين نعرفه في استخدام الاداه دي؟ يعني ايه؟ مش فاهم. استخدام الاداه يا صديقي، لو انت مثلا دلوقتي مش عارف امر ال اس ده بيعمل ايه، اوكي انت كتبته بس مش عارف هو بيعمل ايه. طب دلوقتي انا عايز حاجه تلخص لي امر ال اس ده بيعمل ايه. عندك اداتين، اداه اسمها وات اس، واداه ثانيه اسمها ايه؟ اسمها مان. لو انا كتبت مان ال اس هيقول لك ايه؟ سمعت؟ كتب لك التعريف بتاعها. مان بتجيب لك الموضوع باستفاضه شويه. ليست دايركتوري كونتنت، يعني ايه؟ يعرض الحاجات الموجوده في الدايركتوري في المسار اللي انت فيه. اوكي تعال بس نحط كيو ونخرج منها. تمام. طب وات از بصراحه مختصر قوي يعني فاهم، اللي هي بتكتب لك اللي هو الحاجات البسيطه خالص اللي هي ليست دايركتوري كونتنت، نفس الحاجه بس مان بتكتب لك ايه؟ الاوامر والحاجات اللي تقدر تحطها وكل حاجه، والحاجات اللي تقدر تضيفها وهنا 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 وهناك وهنا وهناك. فمان بتموت لك الحاجه كلها. تمام. انما وات از بتعمل ايه؟ وات از بتقول لك الاداه دي بس تستخدم في سطر واحد بس كده. تمام. هي دي الفرق ما بين مان وات از. اكتب الاداتين دول عندك عشان تستخدمهم. يعني مثلا اقول لك على حاجه، لو انا مثلا كتبت امر وات از بي دبليو دي، اوكي تمام. print name of correct او working directory، يعني انت فين بيكتب لك انت فين، بيكتب لك المكان اللي انت واقف فيه دلوقتي. اوكي حلو جدا يا شباب. اعتقد ان الفيديو ده هيكون من اطول الفيديوهات اللي احنا عملناها على القناه. تمام. لان دلوقتي بص انا لسه ما خلصتش ربع اللي عايز اديهولك، وانا مش عايز الفيديو بصراحه، لسه ما خلصتش ربع اللي انا عايز اديهولك، ودلوقتي احنا كاسرين دلوقتي الساعه الا ربع فاهمني. فدلوقتي انا شرحت لك اتنين مهمين واداتين مهمين جدا اللي هي وات از ومان. دي الاثنين بيستخدموا في ايه؟ لو انت عايز تعرف الحاجه دي بتستخدم في ايه ممكن نحطها مع ادوات. يعني مثلا اقول لك على حاجه، في اداه عندنا اسمها ان ماب. اوكي طبعا دي موجوده. اوكي تمام حلو جدا. تعالى مثلا لو قلنا وات از وات از ان ماب. تمام. نتورك اكسبليشن تول اند سكيورتي بورت سكانر. يعني ايه بورت سكانر؟ يعني حاجه بتستخدم في البورت سكاننج، ودي طبعا هشرحها في النتورك يعني، دي سيبك من حاجات ام ماب دي دلوقتي، انا بس بوريك ان هي بتستخدم على ادوات برضك. فاهم الفكره؟ اوكي يعني مثلا نفس الكلام وات از وات sort. اوكي sort lines of text files دي بتصفي المتشابه من الحاجات يعني. اوكي حلو جدا وماشيين الحمد لله كويس. دلوقتي يا صديقي احنا ماشيين كويس. ثانيه بشوف الورق احنا المفروض نشرح فين دلوقتي. هنشرح حاجه مهمه جدا دلوقتي يا معلم. افرض انت دلوقتي عملت ملف فاكر اسمه ان هو مثلا اسمه الدساس. اوكي حلو جدا. طب ملف الدساس ده يا صديقي
انت نسيت انت حطيته فين. يعني بص انت حطيت مثلا، جيت هنا انت لازم تحطه في الاوريجن ولا باك باونتي ولا ديسكتوب ولا دي كومنت ولا داونلود ولا جو ولا حطه في الميوزك ولا حطه في البيكتشر ولا حطه في البابليك ولا صابي ولا اخر. انت ناسي انت حطه فين. دلوقتي انت عايز تعمل ايه؟ هتدور على الملف ده. طبعا في ويندوز الحكايه دي من اعبط ما يكون، لان انت بتيجي هنا تكتب هنا والدنيا لذيذه معاك تمام. انما هنا في كلينكس انت بتستخدم ادوات. تمام. ايه هي الادوات اللي بتستخدمها؟ بتستخدم اداتين، يا اما لوكيت يا اما فايند. دول احسن اداتين. طبعا في ادوات تانية بس انا بقول لك ان احسن اداتين عموما هي يا اما لوكيت يا اما فايند. وانا برشح لوكيت لان لوكيت بتفرم عموما. تمام. تعال بس ندخل على ملف مثلا باك باونتي ده. تمام. ls. لو احنا عايزين نبحث عن ملف الدساس دوت تكست ده، اوكي، ده التارجت بتاعنا. تعال نرجع خطوه لورا. اوكي، دلوقتي انا عايز ابحث عن ملف الدساس دوت تكست. تمام. طبعا لو كتبت الدساس اوكي هيقول لي مش لاقيه لان مش في المسار بتاعه زي ما شرحت لك في الاول. تمام. حلو جدا. طب دلوقتي هعمل ايه يا صديقي؟ المطلوب مني ايه دلوقتي اللي انا اعمله؟ المطلوب مني يا صديقي اللي انا اعمله دلوقتي حاجه مهمه جدا اللي انا استخدم الاداتين. ايه الاداتين اللي معايا؟ اداه اسمها فايند واداه اسمها لوكيت. اوكي. طب اداه لوكيت واداه فايند هما الاثنين بيعملوا نفس الوظيفه. تمام. بتديهم اسم حاجه وبتدور لك عليهم وتجيب لك المسار بتاعهم هم اتذكروا فين بالظبط. اوكي. طب ايه هو الاوامر بتاعت الاداه اللي اسمها فايند مثلا؟ فايند اوكي. هتعمل كده وسي نيم الحاجه اللي انت عايزها اسمها ايه. احنا طبعا متفقين ان هي اسمها ديسس فايل تقريبا. انا كاتب اسمها؟ لا انا مش كاتب اسمها. تعال نكتبها ديسس بوينت تكست. اوكي، دور عليها ثانيه واحده. ثانيه واحده. طب تعال نجرب امر لوكيت الاول. لوكيت الديسس بوينت تكست. اوكي جاب لك المسار بتاع الملف ده. اوكي، لو احنا خدنا مثلا المسار ده كوبي. اوكي كوبي، نقوم جايبين هنا سي دي نكتب المسار بتاعنا. هيدخل لنا سوري نكتب المسار بتاعنا ثانيه واحده بس. امسح بس في المسار. اوكي، نمسح بس اسم الملف ده. تمام. دخل على المسار تقوم عاملين ايه؟ ls وندوس بقى كات ونكتب الامر بتاعنا. تمام. هو هنا جاب لك هو اللي هو الملف ده اتذكر فين بالظبط. تمام. طبعا هو اتذكر في حاجات كتير. ايه هي التراش؟ هي الزباله اللي هي الحاجات اللي موجوده فيها في الزباله يعني، فانت بترمي الحاجات فيها. اوكي، تعال نجرب بس امر find اللي هي سيلب. تمام. الامر دوت امر موجود معاك بس هو بيجيبه لك في كل حته حرفيا في البتاع دوت، فهو اشمل من لوكيت بكتير. فانا برشح انت تستخدم لوكيت. ليه تستخدم لوكيت؟ لسبب بسيط جدا، ان لوكيت عموما هتوصلك لهدفك بالظبط، انما هنا هيدخلك في حوارات كتيره جدا فانت ممكن ما تقدرش تطلع الحاجه موجوده، لان هنا هو بيجيب لك حرفيا كل الملف اتذكر فين بالظبط. اوكي حلو جدا. تمام. تعال نحط كلير. تمام. احنا ماشيين كويس جدا يا شباب، الحمد لله. تمام. في امر تاني برضك لفايند. ايه هو الامر دوت؟ لو انت مش عارف حروف لو انت كتبت الملف ومش عارف الحروف كابيتال ولا سمول، اوكي، هتقوم جاي عامل كده، عامل حاجه بسيطه جدا. هتيجي هنا وتحط تحط اي. هنا هو مش هيهتم بالحوار كابيتال ولا سمول، هو هيدور على الحروف سواء كابيتال او سمول هيدور لك عليها. اوكي. طب اقول لك على حاجه. افرض انت يا معلم بتدور مثلا على ملف ومش عارف غير حجمه مثلا، هتمسح دي وتكتب سايز. اوكي، 50 مثلا ميجا. هو دلوقتي هدور على ملف حجمه 50 ميجا وتمسح طبعا الاسم ده، انت مش عارف الاسم. اوكي، طب اكتب انت عارف الاسم بس مش عارف الاسم كامل. يعني انت عارف مثلا ان هو بيبتدي بالحروف دي، هتقوم جاي هنا ببساطه جدا وتقوم حاطط هنا نجمه. فهو لا سوري نجمه كده. اوكي، فهو كده هيترجم ايه؟ ان اي حاجه عموما انت هتدور لي عليها بس مع تكمله الاسم هيجيب لك بقى كل الحاجات اللي بتبتدي من اول 3 حروف دي اللي هي ال دي اي ال اي دي اي ال دي اي. اوكي احنا ماشيين كويس جدا يا شباب. تمام. دلوقتي عشان تدور على ملف انت بتعمل ايه يا معلم؟ عشان تدور على ملف بتستخدم اداتين، يا اما فايند يا اما لوكيت. اوكي حلو جدا. طب دلوقتي يا معلم، دلوقتي وانت بتيجي مثلا تعمل باك باونتي او تهانت عموما، طبعا انت بتبقى معاك حاجات كتير جدا بعد ما بتصفيهم، بعد انت عايز تعرف عددهم بتعملها ازاي؟ تعال مثلا نعمل ls cat الدساس. هتستخدم امر اسمه wc سالب. اوكي، الدساس
بوينت هيجيب لك الملف ده عدد سطوره كام. 71,000. وانا حاطط ايه في الملف ده؟ الملف ده كبير كده ليه بجد؟ هي كام؟ 71,000 ولا كام؟ ده 716,000. 716,000 ما شاء الله. حلو جدا 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 وماشيين كويس جدا جدا يا شباب، الحمد لله. فده الملف لو انت عايز تعرف عدد السطور والحاجات المكتوبه في السطور، يعني عدد السطور عموما الموجوده في الملف. اوكي حلو جدا جدا جدا. اديها واحده كلير. اوكي. دلوقتي يا معلم لو انت عايز تعمل يوزر جديد هتعمل ايه؟ هتعمل يوزر، هتعمل سودو ثانيه واحده بشوف لك بس في الورقه في حاجات قبل الموضوع انشاء اليوزر ده ولا لا، عشان بس منظمها لك بالحاجات اللي انت هتستخدمها. على فكره الحاجات اللي قلت لك دي يعتبر دي الاغلبيه اللي هتستخدمها لما تيجي تحطها، بس في حاجه نسيت اقولها لك عشان ابقى صريح معاك. لو افرض مثلا انت اس بس مش عارف تكمل الامر. يعني ايه امر اصلا في كاينكس؟ مش انت بتلاقي مثلا انت لو كتبت هنا سورت، كتبت هنا مثلا سورت، بتبقى محتاجه حاجات تانية، يعني مثلا سالب ار، سالب اكس، سالب الحاجات دي، وكل سالب دي اللي هي كل شرطه حرف دي بتدل على حاجه معينه وبتعمل حاجه معينه. تمام. طب دلوقتي يا معلم افرض انت مش عارف الحاجات دي، هتقوم عامل ايه؟ هتكتب اسم الاداه سورت مثلا وتقوم كاتب سالب اتش. عارف سالب اتش دي يعني ايه؟ يعني سالب، يعني هيلب. انا مش عارف ايه اللي بعد كده، المفروض تدوس انتر هيجيب لك كل الحاجات اللي انت تقدر تستخدمها دلوقتي. يعني ايه تقدر تستخدمها؟ يعني تقدر تستخدمها مع الاداه دي، وكل حاجه مكتوب جنبها الحاجه دي بتعمل ايه. شايف هو تقريبا في تعليقه مش عارف في ايه، كان تعمل كده اسرع من كده بكتير يعني. فتعال نشوف هنا ان ماب سالب اتش. اوكي تمام حلو جدا ماشي بسرعه اهي. هو تقريبا المشكله كانت في الاداه. اوكي بيكتب لك هنا مثلا كل حاجه حرفيا، يعني الامر ده بيعمل ايه؟ تشوز راندوم تارجتس. تمام. الامر ده بيعمل ايه؟ الامر ده بيعمل ايه؟ الامر ده بيعمل ايه؟ الامر ده بيعمل ايه؟ اللي هو الحاجات الصغيره دي. يعني مثلا انت هنا مثلا عايز بص دي بيقول لك اف تي بولس سكان. تمام. يعني انت هنا بتعمل على بروتوكول اف تي بي. اوكي مثلا. تمام فهمت الفكره. تمام حلو جدا. دي طبعا في كل الادوات مهما يعني اقول لك على حاجه ام كي دي اي ار بتتعمل في كل الادوات سالب اتش. يجيب لك الحاجات بيقول لك دي ما فيهاش اوكي تراي سالب اتش. اوكي هيلب. تمام. شرطتين سوري ماشي. جاب لك الحاجات. تمام. يا اما هيلب يا اما سالب اتش، الاثنين شغالين معاك. اوكي والاثنين اختصارات لبعض يعني يا شباب. اوكي اتمنى تكون فاهمني. حلو جدا وماشيين كويس جدا يا شباب. الفيديو طول جدا بس انا هكمله برضك يعني فاهم، مش هقسمه بصراحه. ثانيه بس بشوف لك ايه اللي المفروض يتشرح قبل حكايه اضافه يوزر دي او كده. تمام. بص في حاجه مهمه جدا. البتاعه دي يا شباب. تمام. دي طبعا اتمنى تكون شايف واضحه معاك، بس تعالى نكتبها تعالى نكتبها احسن في النوت باد بتاعتنا. اوكي اتمنى تكون فهمت الحكايات دي كلها. ايه دي يا معلم؟ الحكايه دي يا معلم بتربط اداه باداه ثانيه. يعني ايه بتربط اداه باداه ثانيه؟ بص يا معلم افرض انا دلوقتي كتبت لك انا عايزك تصفي لي المتشابه ثم تتاكد ان المتشابه ثم تتاكد ثم ثانيه واحده ثم بعد ما تصفي تتاكد من الحاجات اللي معاك انها شغاله، وبعد ما تتاكد انا عايزك تشوف لي البورتات المفتوحه على الحاجات دي. حلو جدا يا شباب. دلوقتي انا طلبت منك كام امر؟ تعالى نعدهم. انا عايزك تصفي المتشابه اول امر، بعد كده تصفي تتاكد من الحاجات اللي معاك انها شغاله تاني امر، بعد تتاكد انا عايز تشوف البورتات المفتوحه على الحاجات دي. كده مطالب معاك 3 اوامر. 3 اوامر دول فاهمني ما ينفعش كلهم اكتبهم في سطر اوامر واحد. تمام. الا بطريقه واحده بس. ايه هي الطريقه الواحده بس؟ او بطريقتين. ممكن نعمل سكريبت باش يعمل الحاجات دي كلها، يا اما تاني طريقه اللي هي ايه؟ هنستخدم الامر ده البتاعه دي. ثانيه واحده. اوكي هنستخدم دي بتعمل ايه يا معلم؟ دي بتسمح لك ان انت تستخدم امرين اداتين في نفس الوقت. بعد ما تطلع نتيجه من دي ادخل على الامر اللي بعده او التول اللي بعده. اوكي احنا كده ماشيين كويس جدا يا شباب.
فدلوقتي يا شباب دي عموما اللي بتخليك تربط موقف بموقف، اداه باداه. يعني ايه؟ يعني مثلا دلوقتي هقول لك على حاجه، اللي متابع معايا شرح الثغرات من الاول، في اداه عندنا اسمها مثلا سورت. سورت دي بتعمل ايه؟ سوري، اسمها سورت. سورت دي بتصفي المتشابه. اللي دي عملنا اول خطوه. انا مش عايزك تركز في الادوات قد ما انا عايزك تركز انا هعمل ايه. بعد ما تعمل اول خطوه انت هتقوم اعمل كده. عندنا الاداه اللي بتتاكد ان الحاجات اللي احنا صفناها دي شغاله اسمها HTTPX. اوكي، لا سوري، HTTPX. اوكي. طب بعد ما اعمل الخطوه دي ايه اللي المفروض اعمله بعد كده؟ ثانيه واحده، محتاجين اداه الماب عشان نتاكد البورتات المفتوحه على الحاجات دي. اوكي. هي دي اللي بتربط الاداه بالاداه، بترتب الحاجات. يعني دي هتعمل الاول، بعد كده دي، بعد كده دي. تمام. زي مثلا انت ممكن تيجي هنا بعد ما تخلص سورت عايز تعرف عدد الحاجه اللي موجوده، مثلا WC سالب L. اوكي، بتعرفها. تمام. يعني اقول لك على حاجه، جيت هنا مثلا، والاداه هتستخدمها كتير جدا جدا، اللي هي العصايه الواقفه دي. اوكي، مش عارف اسمها ايه والله. تمام. لو انت مثلا عايز تقرا، ثانيه واحده، CD باك باونتي كات الدساس تكست، هتيجي هنا مثلا نحط WC سيلفل. اوكي، عشان تعرف العدد اللي جواه. تمام. دي رابط الاداه اللي هي اسمها WC بدي، فاهم كده؟ او ضربة الامرين ببعض، فاهم الفكره؟ هي بتبقى كده. تمام. حلو جدا يا شباب. دلوقتي عندنا شويه اختصارات كده في اللذيذ منه، فانا عايزك مثلا تكون فاهمها. عندنا اول اختصارات مثلا من الاختصارات اللي هي بتاعت الويندوز، اللي مثلا لو دوست كنترول اول انت بتحدد كله. دي عندها بقى شويه حاجات في لينكس كده هتساعدك وانت بتكتب وتسرع كتابتك اكتر من كده. تمام. كنترول سي هنا بتعمل ايه؟ في فرق بين كنترول سي وكنترول شيفت سي. كنترول شيفت سي بتعمل ايه؟ بتنسخ. ثانيه واحده، كنترول شيفت سي دي بتنسخ. اوكي. طب كنترول سي بتعمل ايه؟ لو انت ابتديت عمليه وعايز توقفها. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انت عارف ان الملف ده كبير جدا. تمام. انا دلوقتي كات الدساس، دلوقتي انا دوست، هو الملف كبير جدا ومليان، فاهم الفكره؟ فانا دلوقتي عايز اوقف العمليه دي، خلاص مش عايز اكمل قرايه. كنترول سي، العمليه وقفت معايا. اوكي. تمام. حلو جدا. طب دلوقتي ايه الامر اللي بعد كده معانا؟ في امر كنترول ال. ايه كنترول ال ده بديل لكلمه كلير. يعني مثلا اقول لك على حاجه، كنترول ال. اوكي، ولا لا مش دي، ثانيه واحده، تقريبا الاختصار هنا مش معمول كويس، مش عارف، ثانيه واحده. طب خلاص نلغي الامر ده، بلاش نستخدمه ده، لا احنا مش مظبطين الاختصار بتاعه. اوكي. لو انت عايز تبحث عن تاريخ الامر او الحاجات اللي كتبتها، كنترول ار. اوكي. طبعا عشان تنسخ كنترول شيفت سي. طب عايز تعمل اسمها دي، يعني تعمل باست، كنترول شيفت في. اوكي. نفس الحاجات بتاعت الويندوز بس بتضيف لها شيفت. بس كنترول سي في لينكس دي معنى تاني مختلف. اوكي. دلوقتي يا صديقي احنا عندنا جزء مهم، بعد كده هندخل ازاي تضيف يوزر وتشيل يوزر والحاجات الجميله دي. اوكي. لو دلوقتي عندنا حاجه، لو دوسنا دلوقتي BWD. اوكي حلو جدا. تعال بس نيجي هنا CD. تمام. عندنا يا صديقي حاجات ودلائل بتدل على حاجات. يعني ايه الكلام ده؟ طبعا انت مش فاهم مني اي حاجه. بن ده يا معلم بيبقى مكتوب فيه ده اي حاجه مثلا او اي امر هتلاقي ان هو بدايته بن من اوامر لينكس. يعني LS هتلاقي ان هو موجود بن. BWD كات الحاجات دي هتعرف ان الامر بتاعها هيبتدي معاها ببن. اوكي. يعني ده يعتبر ده بتاع الاوامر عموما، فده انت عارفه ان هو بتاع الاوامر. اوكي. حتى لما تيجي تثبت اداه بتستخدم المسار ده. اوكي. طب ايه ثانيه واحده. وايه؟ طب ايه مثلا انت مش شايفني هنا في مسار ده؟ طبعا مسار اللي هو بين ده مسار. طب هوم ده هو ايه؟ ده اليوزر عادي ليه التحكم فيه. اوكي. طب في مثلا المسار بتاع روت، يعني ده مثلا لو قلت لك ادخل CD روت. اوكي، بيقول لي بيرميشن دينايد، يعني نعمل سودو CD روت. اوكي، ده طبعا بتاع ايه؟ ده بتاع الروت، بتاع الكبير بتاعهم. اوكي، CD SU. اوكي سودو، ثانية واحدة، سودو SU. تمام. clear CD موجودة روت. تمام.
تمام ماشي، احنا موجودين في الروت. اوكي هي دي الفكره الوحيده. الروت ده اللي هو بيبقى فيه الحاجات المهمه بقى، فاهم؟ اللي هو الحاجات اللي هي ما ينفعش تشوفها غير الادمنستريتور اللي يشوفها ناس معدودين. ممكن تلاقي هنا ملف اي تي سي شادو برضك، فاهم الفكره؟ فالدنيا بتبقى هنا اللي هي الحاجات الخاصه قوي. اوكي حلو جدا جدا جدا. في هنا برضك حاجه اسمها ديف. ديف ده بتاع ايه؟ اللي هو ثانيه واحده عشان بس انا مرتبه ترتيبه معينه في دماغي كده واكتبها على الورق بترتيبه معينه. ديف ده بتاع الاجهزه اللي هي مثلا الماوس والكيبورد متعرفين مثلا، يعتبر هنا. اوكي طب تيمب دي سله مهمه اللي هو تيمب، سوري. اوكي تيمب غير تراش، في تراش وفي تيمب. تيمب دي ايه؟ سله مهملات مؤقته. طب التراش ده اللي هو سله المهملات اللي هي الثابته بقى اللي معانا. اوكي طب ميديا دي بتعمل ايه؟ ميديا دي لما توصل فلاشه مثلا على اللابتوب بتاعك عشان تشغلها في لينكس، هي بتبقى موجوده في الميديا دي. اوكي حلو جدا جدا جدا، واحنا ماشيين كويس جدا جدا يا شباب. حلو دلوقتي الحاجه اللي فاضلنا، وانا كده فرمت لك لينكس عموما عشان تستخدمه في اكتشاف الثغرات. في حاجات بسيطه او حاجات هتتعلمها مع الوقت انت مع نفسك، بس اعتقد ان انا كده صح. في حاجه نسيت اشرحها لك، الحمد لله ربنا فكرها لي. بص يا معلم، انت لما تيجي مثلا دلوقتي انا دوست سورت، تعال مثلا ندخل على سي دي بج باوند. اوكي سورت ادسس بوينت تكست، احط عامل كده. تمام. فانا لو بلاش اعمل دي، لو انا عايز احفظ النتيجه في ملف تاني بيبقى ليها حاجتين، وفي حاجات بتاخد سالب او واكتب اسم ملف تاني مثلا نحط مثلا txt. اوكي دي كده بقول له ايه؟ بقول له احفظ لي النتيجه بتاعت السورت بتاعت الملف ده هنا. تمام. طب ايه تاني؟ في حاجات بتاخد السالب او دي عشان تقول له كده، وفي حاجات بتاخد دي بتاخد دي. اوكي فانت لما تيجي انت بتعمل اداه معينه مثلا وعايز تحفظها في مكان تاني، يا بتجرب دي يا بتجرب اللي هي السالب او. اوكي حاجه مهمه، واكتبها برضك في الورق اللي انت بتلخص فيه. اوكي دلوقتي يا معلم، افرض انا عايز اغير اسم اليوزر، هتعمل ايه؟ لو انت دلوقتي اسمي كالي مثلا. اوكي ثانيه واحده، clear cd.00. اوكي لو انا عايز اغير اسم اليوزر، انا هقول لك الاول بس انا مش هطبقها يعني، او ممكن اطبقها والله مش مهم. sudo user mode سالب ال، الاسم الجديد مثلا ادسس كالي. دي هيغير لك اسم اليوزر ده يعني. تمام. انت عنده انتر كده. اوكي كالي. اوكي ثانيه واحده، يوزر سوري، يوزر اوكي يوزر. اوكي كده تمام. يوزر كالي correctly by use. اوكي تمام ماشي كده. انت غيرت اليوزر بتاعك للاسم دوت للالدس. ثانيه واحده، فين يا معلم؟ ايه في ايه؟ تمام ده اول امر معاك. طب عشان تضيف يوزر جديد هتعمل ايه؟ sudo add user. تمام. وتكتب اسم اليوزر انت عايز تسميه مثلا ادسس. اوكي هتحط له باسورد. ايه هو الباسورد بتاعه؟ هحط له مثلا 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. اوكي تمام. فول نيم حط له مثلا ادسس. اوكي رول نمبر حط له مثلا، ممكن تحط انتر مش مهم، انتر واي. اوكي كده اليوزر ده اتنشأ معاك يعني. طب تعرف منين ان هو اتنشأ معاك؟ في ملف بيتكتب فيه اسماء اليوزر. اوكي هو ايه هو الملف ده؟ etc باسورد. تمام. cat etc باسورد. اوكي تمام. ثانيه واحده اهو، ده اكبر ليه اليوزر اتنشأ معانا اهو. ان ده او اليوزر اللي هو كالي اللي هو انا ما عملتش يوزر قبل كده تاني، ده تاني يوزر معانا اللي هو اللي انا لسه عامله قدامك حالا. اوكي اي تي سي باسورد ده يا شباب ملف مهم جدا، لانك لما تكتشف ثغرات مثلا لقيت ثغره زي الباس او كده او اف اي او كده، بتدخل على الملف ده اكبر اثبات ان الثغره موجوده. بس اوعى تدخل على اي تي سي شادو، لان ده بالنسبه لهم انت كده ممكن يرفعوا عليك قضيه عادي جدا، لان انت اخترقت الخصوصيات والحاجات دي وما وفقتش بالعقد اللي بينك وبينهم. اوكي حلو جدا جدا جدا. اي تي نيو يوزر. اوكي طب انت لو عايز تدخل على يوزر تاني وانا مسميه هتعمل اس يو
اللهم صل على النبي. هتعمل انا مسميه سيس تقريبا كده، مش عارف. 1 2 3 4 5. تمام حلو جدا. دخلت على اليوزر الثاني اهو يا شباب. تمام تمام. طبعا ده ملوش الحق ان هو يبقى اي حاجه في الدنيا، ولا يبقى يو، ولا يبقى ادمن، ولا يبقى سود، ولا اي حاجه. طب دلوقتي بقى تعالى نرجع لاصلنا. كالي. اوكي. كالي. اوكي رجعنا كالي، عشان ده اللي ليه صلاحيات. الكالي اللي عندي ليه صلاحيات، بس الدساس ملوش اي صلاحيات. طب افرض انا عايز انشئ يوزر ليه نفس الصلاحيات بتاعت كالي دي، هنعمل ايه يا صديقي؟ هنعمل حاجه بسيطه جدا جدا جدا. سودو اد، ثانيه واحده، يوزر مود، سوري، يوزر مود سالب A، لا سوري، سالب A G سودو، والاسم بتاع البتاع ده هيعمل معاك ايه؟ ده هيعمل واحد ليه نفس صلاحياتك بالظبط، يعني يقدر تبقى سودو ويقدر يبقى ادمنستريتور والحاجات دي. تمام. يعني احنا مثلا لو عملنا مثلا يوزر تاني كده مثلا كده، ونعمل نفس الامر كده، هيبقى واخد نفس الصلاحيات بتاعت كيري. تمام تمام. بس اول امر اللي هو بتاع اد يوزر ده، اللي هو السودو اد يوزر، ده عموما بيعمل لك يوزر بس هو لا بيدي اي صلاحيات ولا اي حاجه، ولا يقدر يعمل اي حاجه في اي حاجه. اوكي اوكي. بس هو بيبقى يوزر بالاسم يعني. اوكي اوكي. حلو جدا جدا جدا. طب دلوقتي افرض انت عايز تمسح يوزر، سودو دي اي ال يوزر سالب سالب remove. اوكي remove home، وتحط الاسم. انا كنت مسمي اليوزر ده عشان مش محتاجه بصراحه. تقريبا 2 اس 2 اس 3 اس. استنى، كات اي تي سي، انا مسميه ايه؟ 2 اس. اوكي. ده الامر اللي انت بتشيل بيه اليوزر. اوكي اوكي. احنا ماشيين كويس جدا جدا يا شباب، الحمد لله. تمام. قربنا نخلص تقريبا المحاضره بتاعتنا. المحاضره دي انا والله جبت لك كل الحاجه اللي انت هتستخدمها يعتبر في الباك باونتي في كالي لينكس. اتمنى تكون استوعبتها. هي محاضره تبقى طويله شويه، تقريبا 10 دقائق، هتبقى ساعه و20 دقيقه حاجه زي كده. يعتبر دي اطول محاضره عملناها. كل شويه اعمل محاضره طويله، ولكن دي هتبقى اطول محاضره. فمستنيين المحاضره الضخمه بتاعتنا اللي هتبقى 6 7 ساعات كده باذن الله. تقريبا دي هتبقى جافا سكريبت تقريبا، عشان عايز اشرحها لك كلها بروقان كده. HTML هتبقى في اللذيذ منه برضك، هتبقى مش صعبه اطلاقا. فاهم؟ واعتقد ان انت فهمت كالي لينكس وتقدر دلوقتي تتعامل معايا بسهوله جدا. عايزك تمشي ايدك فيه، عايزك تبتدي تمشي ايدك فيه كويس جدا. صح، في حاجه نسيت اقولها لك. في امر اسمه SH. ايه هو SH ده؟ ده بيخليك توصل سيرفرات خارجيه على كالي لينكس عندك. تمام. وده مهم ليك لما تيجي تحل اللابات، لما يديك مثلا تعمل SH ويديك الاي بي، تقوم مدخل الاي بي والكلام الجميل ده. اوكي، عشان تبقى توصل للسيرفر ده. اوكي اوكي. حلو جدا 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 يا شباب. دلوقتي ايه موجود تاني؟ طب دلوقتي انت ممكن تعمل على فكره حذف يوزر بطريقه تانيه خالص. ممكن تعمل سودو، لسه اقولها لك دي، يوزر ديل سالب ار this is correctly used. اوكي تمام. حلو جدا جدا جدا. تمام. اوكي. دلوقتي اعتقد اللي احنا خلصنا شغلنا كله. بشوف لك بس في الورقه اللي انا كاتب فيها. اعتقد ان احنا فرمنا كالي لينكس كده فرمنا. ده اللي اعتقد اللي انت محتاجه تشيك ثغرات. تمام تمام. زي ما قلت لك، لو عطلت في اي امر في اي داتا انت مش عايز تكتب الامر، تقوم مثلا جاي هنا، تقوم جاي مثلا httpx كده، تقوم جاي تكتب سالب اتش. اوكي تمام. بيجيب لك كل حاجه انت تقدر تستخدمها معاها. اوكي اوكي. لو انت مثلا جيت هنا تعال كلير سب زي كده سالب اتش. تمام. هيقول لك هنا تعمل ايه والمفروض تعمل ايه وتحط ايه. اوكي اوكي. حلو جدا جدا يا شباب. بس هو هنا بيقول لك الاحسن تحط help. تمام. مش هي دي. اوكي ماشي تمام. بيقول لك ان انت المفروض هنا تستخدم 3 حاجات، help يا اما run يا اما version. طبعا احنا بنستخدم run هنا يا تمام. يعني انت بتكتب sub z بالمره، اقول لك الامر بتاع sub z run، تحط هنا سالب target، وتكتب بقى هنا تحط الملف او الموقع بتاعك. اوكي اوكي. كده يا شباب احنا الحمد لله شرحنا كالي لينكس. صدقني الشرح اللي شرحته لك دوت
بدون اي دش، بدون اي حاجات انت مش هتستخدمها. انا عايزك تطبق الحاجات اللي انا قلتها لك بس. دي الحاجات اللي انت فعلا محتاجها، فعلا محتاجها. مش مديك كميه حاجات قد كده وبقول لك وعمال اديك فيها. وفي صح امر اسمه جريب، صح نسيت اقوله لك، ثانيه واحده، الحمد لله افتكرت، ده هتحتاجه برضك عشان بس اكون شرحت لك كل حاجه هتحتاجها. ايه هو امر جريب ده؟ جريب ده مثلا لو انا بستخدمه، ثانيه واحده، سي في بعد كات ايه هو امر جريب ده يا معلم؟ جريب ده لما تكون بتبحث عن كلمه معينه مثلا جوه ملف، يعني انا ببحث عن كلمه معينه، اوكي، ببحث عن حاجه معينه، ببحث عن ملفات الجافا سكريبت، فانت تستخدم جريب دي، اوكي، هي بتطلعها لك بقى. تمام، حلو جدا 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 يا شباب. خير الكلام ما قل ودل. هو مش هو ما قلش ودل خالص، بس يعني خير الكلام ما قل ودل. اتمنى يا رب تكون فهمت المحاضره. محاضره مش خفيفه، هي محاضره تقيله، حاول تاخدها على مره واحده. انا شرحت لك فيها حاجات كتير جدا هتفيدك. ده يعتبر شرح كلينكس اللي انت هتستخدمه. انا مش مضطر اشرح لك كل كلينكس في 6 ساعات. في حاجات انا عارف ان انت مش هتحتاج لها دلوقتي، في حاجات اعمق من كده، في حاجات ادفانسد اكتر من كده، بس انت مش محتاجها دلوقتي. ممكن تحتاجها في الاكتيف دايركتوري او تحتاجها كده، او واحنا ماشيين هتحتاجها. بس ده الاساس القوي اللي انا عايزه يكون عندك وانت بتتعامل مع كلينكس. اوكي، بالتوفيق يا شباب، السلام عليكم وربنا يوفقكم يا رب.